السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في حلقة جديدة من سلسلة توازن الطاقة الأنثوية. اليوم باش نهضروا على موضوع حساس، موضوع نعيشوه يوميا، موضوع قادر ينقذ طاقتنا أو يستنزفها: الحدود الأنثوية الراقية. الحدود مش عدوان ولا برودة ولا نغلق الباب في وجه الناس. الحدود هي حب لنفسك واحترام لمساحتك قبل ما تكون رد فعل للآخر. وش معناها الحدود الأنثوية؟ الحدود الراقية مش معناها أني نكون قاسية ولا نرد بقوة ولا ننسحب من العلاقات. الحدود الأنثوية هي طريقة نحمي بها راحتنا، وقتنا، قيمنا، بدون ما نخسر اللطف. هي أني نقول أنا أستحق معاملة معينة ونسمح للآخرين أنهم يعرفوها. لأن المرأة اللي ما عندهاش حدود تطيح في واحد من الثلاث: تعطي أكثر من طاقتها، تتراكم عليها الضغوط، وتتفاجأ كي تنفجر في لحظة. الأنثى الراقية تحط حدود بلطف وتقول لا بدون ما تعتذر، وتبقى محافظة على نعومتها الداخلية. داخل كثير من النساء صوت يقول: إذا قلت لا ما عادوش يحبوني، فنعيش على حساب راحتنا النفسية، نخاف إنهم يقولوا لي تغيرتي. كثير منا تربوا على كلمة كوني مؤدبة، متربية، ما ترفضيش، ديري خاطر. ومع الوقت كبرت المرأة وهي مأذونة للجميع إلا لنفسها. وأيضا أحيانا نقول لا وبعد نغرق في جلد الذات. يمكن كنت قاسية، يمكن كان راح نعاون، كنت قادرة نتحمل، وهذا اللي خلينا نحط حدود ونكسرها بعد دقيقة. الحدود الأنثوية الراقية مش صراخ، مش مواجهة، مش توضيحات طويلة، هي حضور هادئ وكلمة قليلة واضحة. مثال، نقدر نقول مثلا: لا اليوم محتاجة نرتاح، حاليا ما نقدرش، أحتاج أني نفكر قبل ما نقولك. هل لاحظتي ما كانش أعذار، ما كانش مبررات، ما كانش شروحات طويلة؟ لأن الحدود الراقية هي أولا راحة نفسية داخلية. لما نحط حدود بنعومة نعلم الناس كيفاش يتعاملوا معانا، نوري لهم أنا نحب نحترم، لكن أولا نحترم نفسي. وهنا الطاقة الأنثوية تتوازن، لطف زائد قوة داخلية. النفس تستجيب للقناعة أكثر مما تستجيب للكلام. خلينا نجرب. خذي نفس عميق وتخيلي موقف كنت حابة تقولي فيه لا وما قدرتيش. صوريه في مخك مليح، والآن قولي بصوت داخلي لطيف: أنا نحق يكونوا عندي حدود، وروحي تستاهل الراحة. كيفاه نقول لا بدون ما نفقد نعومتنا؟ نعطيك 4 مفاتيح. المفتاح الأول: الصوت الهادئ. حتى لو الشخص متنرفز، أنت الحضور الراسي، لأنه اللي يغضب لما تحطي حدود كان يستفيد من عدم وجودها. المفتاح الثاني هي الجملة القصيرة: لا اليوم ما نقدرش، خلاص ما نزيدوش بعدها. المفتاح الثالث:
ما نشرحوش أكثر من اللازم. كل ما تشرحي كل ما الطرف الآخر يحاول يغير رأيك. والمفتاح الرابع والأخير، ما نلوموش الآخر. بدل ما تقولي علاش دايما تدير هكا، قولي نفضل يصير هكا باش نرتاح. بدل ما تركزي على ما فعله الآخر بطريقة إنها تنتقده، ركزي على مشاعرك واحتياجاتك وكيفاه تحبي الأمور تصير باش تحسي أنتي بالراحة. الحدود ماهيش ضده، الحدود معك أنتي. عندي صاحبتي ساعات تعيط لي في التليفون في كل وقت، وأحيانا نكون مشغولة أو مع العائلة وما نقدرش نهضر في الهاتف. بصح هي تتغشش كيما نردش. أنا عادة نحب نحط حدود ونفهمها في نفس الوقت موقفي بلا ما نلومها ولا نقول لها كلام يزعجها. بدل ما نقول لها أنتي دايما تتصلي في وقت غلط، في الحالة هذه قادرة تحس بالهجوم وتتوتر علاقتنا. فهمتها بطريقة بسيطة وقلت لها نحب نهدر معاك والهدرة معاك ممتعة، بصح نكون مرتاحة غير بعد الساعة 8 مساء. في هذا الوقت نحس بلي كملت مسؤولياتي أكثر ونحس براحة أكثر ونستمتع بالحوار أكثر معاك. لهنا هي تفهمت، وكانت الحوار ولا طريقة اللي وصلت لها المعلومة بها سلسة وبدون أي مشاكل. الحدود ما هي جدار، الحدود بوابة صحية، بوابة تقول هذا مقبول وهذا لا، هذا يتعدى على راحتي. المرأة اللي عندها حدود تحتفظ بأنوثتها وتزيد من قيمتها، وأيضا تزيد محبتها عند الناس. خذي هذه الجملة معك اليوم: لما تحترمي نفسك الناس تتعلم كيفاه تحترمك. شكرا لحضورك، نلتقي في حلقة جديدة من توازن الطاقة الأنثوية.